عايز ابقى داتا اناليست، ازاي اخش مجال الداتا اناليسيس؟ السؤال ده لما حد بيسالهوني دايما الاجابه بتاعتي انت عندك كام سنه؟ يقول لي هتفرق في عندي كام سنه؟ لا تفرق كتير جدا. لو انا عندي 25 سنه وعايز ابقى داتا اناليست سهل جدا، اقدر ان انا لو حتى كنت في مجال تاني، لو انا شغال مهندس، لو انا صيدلي، لو انا اي مجال اقدر اخش عادي جدا. طب لو انا دلوقتي زي ما قلنا مثلا صيدلي وعندي 35 سنه او 40 سنه، هل ينفع ابقى داتا اناليست؟ ينفع، بس ينفع تروح شركه تشتغل تعاملك اكنك جونيور؟ يعني انت دلوقتي عندك مثلا سي 40 سنه وعندك دلوقتي انت مثلا سي مانجر او تيم ليدر، ينفع تبقى جونيور او حتى سينيور؟ ما ينفعش. كمرتب وكبوزيشن هتقل. يبقى تعمل ايه؟ تشتغل داتا اناليست في مجالك، يعني جوه شركتك حاول انت تبقى ماسك جزء الريبورتنج لغايه ما انت تبقى خلاص بقيت انت دلوقتي شغال داتا اناليست للشركه بتاعتك. تقدر كمان لما تيجي تموف تروح عايز شركه تانية، تقدر تروح شركه تانية حتى ايفن لو شركه داتا اناليسيس، انت خلاص بقى عندك خبره كبزنس وايز، ودي بيبقى ناس كتيره من الداتا اناليست مفتقدينها. عندك اكسبيرينس قويه كبزنس وايز، ان انت بقالك مثلا 15 20 سنه في المجال كبزنس. المجال ده بقى بتقويه كمان بجزء الاناليسيس، بتقويه ان انت قدرت ان انت تبقى داتا اناليست بتعمل الاناليسيز لمثلا جزء الفارماسيوتيكال، او في جزء مثلا حاجه ليها علاقه بالسيلز او الماركتنج في المجال بتاعك، في المجال اللي انت عندك فيه اكسبيرينس. فساعتها كده خلاص انت حولت الجزء اللي انت عندك فيه اكسبيرينس قويته بالداتا اناليسيز. انما لو رحت شركه انت هتشتغل داتا اناليست، مره هتشتغل حاجات تيليكوم، مره هتشتغل فارماسيوتيكال، مره هتشتغل في اوتوموتيف، فانت اندستريز مختلفه ما عندكش فيها البيزنس اكسبيرينس، فهيبتدي ان انت البوزيشن بتاعك يبقى اقل، هيبتدي ان انت السالري بتاعك يبقى اقل. وده اكيد حاجه انت في السن ده بالنسبه لك هتبقى صعبه. سن ان احنا بنتكلم فوق ال 30 سنه وفوق ال 35 سنه، صعب ان انت تنزل فجاه في رينج المرتب. مش حاجه سهله ان انت تاخد القرار ده، او ان انت رينج المرتب بتاعك يبتدي ان هو يقل. فابدا دايما في المجال بتاعك وطور في المجال بتاعك. واحنا عندنا كيسز كتيره موجوده جوه الكوميونتي، عندنا ناس خدوا معانا الكورسات وابتدوا وخدوا بالنصيحه دي ان هم يبقوا المسؤولين عن الجزء الاناليسيس في شركتهم، ومنهم ناس دلوقتي مانجرز في شركاتهم هم شغالين، كانوا شغالين بزنس، حابين ان هم ينقلوا مجال الاناليسيز، فنقلوا فعلا المجال الاناليسيز وقدروا ان هم يحولوا المجال بتاعهم، وفي نفس الوقت ما فقدش ولا بوزيشن ولا مرتب، بالعكس ده مرتبه زاد وخد بوزيشنز افضل، لانه بقى متميز في حته في شركته ما فيش ناس كتيره منها. فهنا الداتا اناليسيس بتديك ادفانتج كبير قوي لو انت كمان عندك البيزنس باك جراوند او عندك الاكسبيرينس للبيزنس. هتلاقي في الكورسات بتاعتنا احنا بنقدم جزء الداتا اناليسيس والداتا فيجواليزيشن باستخدام الاكسل ومايكروسوفت باور بي اي. هتلاقي لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها.